لو انت يا برنس ما سمعتش مرتضى منصور قال ايه، اسمع مرتضى منصور قال ايه. نعم، انت عايز تعمل ترند هديك بالجزمه. يلا هو اللي عمل النادي، هو اللي هتعمل ترند هديك بالجزمه. عارف الجزمه اهي. عايز تشتري انت وحسين لبيب بالجزمه. يلا تعالى بس على بالك بس. ارجع ورا معلش شويه. بجد كان قاعد رجل على رجل الوسخ ده اهو. بتاع الامن اللي انا معينه ده. طبعا الرئيس اللي بناه 5 بطولات راحوا في اسبوعين. عناوين الفيديو يا برنس. بص بقى، كولر بيهاجم لاعيبه النادي الاهلي، والاهلي ليه ضربه جزاء امام البنك الاهلي، وحماد عبد اللطيف بيهاجم هو كمان لاعيبه نادي الزمالك. حلقه النهارده يا برنس جامده جدا، تستحق اللايك بتاعك، يعني بعد اذنك كده تنزل تعمل اللايك، ولو انت مش متابعنا ابدا تابعنا يا برنس، وصلي على سيدنا محمد. ونتكلم بقى على اول حاجه، على تصريح مرتضى منصور. مرتضى منصور طبعا يا برنس، يعني انت كلنا شفنا الفيديو بتاعه، ولكن الفيديو اللي انا عرضته لك في الاول ده هو لسه ليه باقي، ده لسه قال كلام كتير. ولكن من ضمن الكلام اللي قاله لك، قال لك ان حسين لبيب ده بوظ النادي، حسين لبيب ده خسر امام النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، اللي الزمالك عمره ما خسر من الاهلي في نهائي كاس مصر من 17 سنه. ولكن يا جماعه انا القصه هنا انا مش فاهمها، انا دي مش فاهمها. انت واحد مثلا كنت في شغلانه، فسبت الشغلانه دي ومشيت، فانت خلاص مشيت، فانت ليه كل شويه تيجي قصاد النادي وتقعد تهاجم؟ هو كان رايح عزا، ولكن القصه خلاص صفحه واتقفلت بقى، صفحه واتقفلت خلاص، يعني القصه يعني خلاص قفلنا الصفحه. هو انا يعني القصه مرتضى منصور كشخص ما فيش اي حاجه، احنا بنتكلم على كرئيس نادي، فانت بتتكلم هو كل مره يطلع يهاجم حسين لبيب، كل مره يطلع يهاجم الاداره، فكل الناس شايفه. يعني انا مش فاهمها برضو، انا مش فاهم ليه انت كل شويه تطلع تهاجم الاداره، كل شويه تطلع تعمل الفاظ، كل شويه تطلع تعمل صوت عالي، تحس ان الوسط الرياضي الامور هاديه، غير لما هو بيطلع بتصريح فجاه كده كل ما يعدي. يعني من ضمن التصريحات اللي قال لك بوابه النادي ديت انا اللي بانيها، الواد اللي قاعد قصاد النادي ده انا اللي مشغله. فكميه التصريحات اللي فيها انا وانا وانا دي صعبه جدا جدا يعني، وتصريحات غريبه جدا جدا. واديني وريتك الفيديو يا برنس، وانت ورايك بقى واتفرج على الفيديو مره تاني. تمام. نخش بقى على الموضوع اللي بعده. كولر بيقول لك انا اللي اتحمل الخساره، وانا اللي اتحمل الخطا الدفاعي، والاهلي تحت قيادتي اول مره يحصل فيه منظر الدفاع ده، واول مره اول مباراه للنادي الاهلي مع كولر يعني يكون بالسوء والمنظر اللي احنا شفناه ده. وكلنا طبعا شفنا الماتش، وكلنا شفنا الاهلي كان في مباراه البنك الاهلي عامل ازاي. الاهلي كان غريب، انا قاعد معاه بتفرج، ايه يا جماعه ده، ايه ده؟ احنا نتقدم يتعادلوا، نتقدم يتعادلوا، نتقدم يتعادلوا، هما تتقدموا بقى خلاص، تقدم. ولكن القصه هي في مشكله في خط دفاع الاهلي، في مشكله في خط دفاع النادي الاهلي، ولازم نتعاقد مع المدافع كمان او اتنين. عندك متولي خلاص بره الصوره، عبد المنعم النهارده ما لعبش، انت ما عندكش غير ياسر ابراهيم كمان مصاب، فانت لازم مدافعين. فلازم لجنه التخطيط ان هي تبدا ان هي تشتغل على موضوع انك تتعاقد مع مدافعين كويسين سنهم صغير، في موضوع اسامه جلال، في موضوع اياد العسقلاني مدافع الاسماعيلي. فالاثنين دولت الزمالك والاهلي داخلين في موضوع الصفقتين دولت، ان الزمالك برضه هو كمان محتاج مدافعين. فقصه ان الاهلي والزمالك عاوزين كونتينر من الصين مدافعين حرفيا، يعني ان ازمه الكره المصريه حاليا هي قصه المدافعين والمهاجمين. والله في كل اللعيبه والله يا برنس، يعني انت بتفهمش، فاهم قصدي؟ ولكن كولر قال لك الموضوع عمر كمال في مركز المدافع ده مش هتشوفه تاني. وصراحه عمر كمال يعني ناحيه اليمين كويس جدا، بيلعب برضه جناح يمين برضه كويس جدا، ان مركز قلب الدفاع دي انا مش فاهمها. ماشي تمام. كابتن بقى ايه؟ حماد عبد اللطيف قال لك ان في بعض من لعيبه نادي الزمالك، يعني بمعنى الكلمه كده هم جهل الكوره، مش فاهمين اي حاجه في الكوره، مش عارف ثقه زياده، مش عارف ايه. ان القصه هنا
انت لو هتنتقد حد ما تنتقدش بالاسلوب ده. قول ده اللعبه دي مش موفقه النهارده، اللعبه دي ما عندها مشكله، بس ما تقولش جهل الكوره، ما عندهمش حاجه على الكوره. انا ما بحبش التصريحات ديت والكلام ده كله، ولكن انك تطلع تهاجم لاعبي نادي الزمالك بالمنظر ده انا مش معاه الصراحه، يعني دي انا مش معاها القصه ديت طبعا. ولكن برضه يا برنس من ضمن الاخبار اللي احنا شفنا اللقطه بتاعت ايمن اشرف وموضوع ضربه الجزاء، وشفنا ان النادي الاهلي ليه ضربه جزاء، الكره خابطه في ايد ايمن اشرف، خابطه في ايده يا بيه، خابطه في ايده. ولكن هنعمل ايه؟ يعني كلنا شايفين ان الكره خابطه في ايده، ولكن التحكيم والطاقم التحكيمي ده حرمنا من 3 نقاط حرفيا. يعني موضوع التحكيم نفسي يتظبط موضوع التحكيم في الدوري المصري. سلام.